يستمر مسلسل التحكيم الهزلي من أول الموسم والغلطات التحكيمية اللي قدّام أرسنال. ضربة جزاء في رأيي يعني ممكن حكام كتيرة أوي في الدوري ما يحسبوهاش إنها ضربة جزاء، وإحنا حصل لنا حاجات أوحش من كده بكتير وما اتحسبتلناش ضربة جزاء لصالحنا خالص. ولكن أنت ممكن تargue إنها ضربة جزاء وممكن برضه تargue إنها مش ضربة جزاء. تمام، لإن هو بس لويس كيلي كده شكله إيه، الحكام حطّوه في دماغهم خلاص من ساعة اللي حصل مع مايكل أوليفر وكده. كلّهم بقى عايزين يقفوا جنب مايكل أوليفر، وتقريبًا استقصدوا الواد خلاص، والcelebration اللي اتعمل بعد ما جاب جون في مانشستر سيتي وطلع بقى الFA طلّعوا statement بيقول لك لأ وما ينفعش كده وهنحاسب اللعيبة. فأنا مش فاهم هو ليه لويس كيلي عامل حرقان وليه محطوط في الدماغ. فشكل كده الحكام الإنجليز أصلهم تبتين ورخمين، لمّا بيحطّوا لعيب معيّن في دماغهم كلّهم كده سبحان الله أي حاجة اللعيب ده يعملها هيتلككوا له عشان يحسبوها ضربة جزاء ضده أو يطردوه أو. فواضح كده إنه اتحط في الدماغ. يعني أنا حاسس إن هو لو كان أي حد غير لويس كيلي في المشهد ده، لو كان مثلًا ديكلان رايس حبيبهم معشوقهم طبعًا عشان هو إنجليزي وكده، هو كده معشوقهم عشان هو بيلعب في أرسنال، بس هم بيحبوا أي حد بيضاني إنجليزي معروفة يعني. ما أظنش إنها كان ممكن تتحسب ضربة جزاء، إنما طبعًا ده لويس كيلي وأسمراني اللون وعامل قلق، وكان هيلبّس زميلنا مايكل أوليفر في الحيطة قبل كده عشان طرد ما كانش صح، وكان هيّج الناس على مايكل أوليفر، فمش عارف إيه، فاتحسبت ضربة جزاء.